السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه يعني أنا بقالي فترة طويلة أوي ما عملتش فيديوهات يعني. عندي برد جدا، مش عارف أعمل إيه بصراحة. برد بيجي في الصيف، دي حاجة جديدة بصراحة يعني. اللي عنده برد في الصيف زي يقول لي يعني. أنا عندي حفلة بإذن الله الجمعة الجاية 21/8 الساعة 7 في مسرح الحياة قدام محطة مترو مزبير. يا ريتكم تشرفوني وتدعموني ان انا انجح في الحفلات بتاعتي. حابب اللي حابب يعني يحضر يسيب لي اسمه في الكومنتات وانا هتابع واعمل له خصم على التذكرة باذن الله بنسبة 30%. يجي يشرفني يوم الجمعة الجاية الساعة 7 قدام محطة مترو مزبير. طبعا انا بعمل الحفلات دي بقالي سنة اهو، دي تامن حفلة ليا. عافرت بدأت ان انا اعمل الحفلات بتمويل ذاتي من يوم 30/7/2025. كان اول يوم الحفلة ليا مستقلة يعني. طبعا انا كل حفلة يعني بقى في حد بيشارك معايا انا بجيبه، او هو بيطلب مني ان هو يطلع معايا. بجيبه ونتفق ونقعد نحضر. بنعمل بروفات كتير جدا لحد ما بنطلع احسن حاجة وبنقدمها لحبايبنا اللي بيحضروا. انا ان شاء الله هفضل مستمر ان انا اعمل حفلات كتير في الايام الجاية. طبعا برغم الصعوبة اللي احنا بنشوفها وبرغم من التحديات كتير جدا اللي بتواجهني في ان انا استمر بالحفلات. ليه؟ لانها مكلفة مجهدة. بقعد شهر احضر في الحفلة، من دعاية واعلان ومونتاج للفيديوهات اللي بنزلها وتصميم بوسترات وحاجات كتير جدا، وحجز المسرح لان انا بروح بنفسي احجز المسرح قبلها بشهر، لان انا المفروض كمان اكتر من شهر. ليه؟ لان في حجوزات كتير جدا، في ناس بتعمل مسرحيات وحفلات في المسرح ده، فطبعا مش هلاقي المسرح فاضي بسهولة. فبضطر ان انا استنى الميعاد الفاضي. وبيستحسن كمان ان انا اختار يوم جمعة، يوم خميس، يوم سبت والله. ودايما يعني، وحتى اول حفلة كانت يوم تلات ونجحت طبعا. آه، وتاني حفلة كان يوم 22/9، كان يوم اتنين. وتالت حفلة كان يوم الجمعة، كانت في الشتاء. ورابع حفلة كانت يوم 31 مارس السنة دي. وخامس حفلة آه، والله ما فاكر، لان هما الحفلة اللي جاي التامنة. الستة والسبعة كانت يوم 4/6 و11/6. دي كانت الحفلة الستة والحفلة السبعة. الحفلة الستة والسبعة. الحفلة السبعة اللي هي كانت يوم افتتاح كأس العالم. يعني كان حتى في حد كان من الجمهور كان عاوز يمشي بدري عشان يشوف كأس العالم. فيوم مميز يعني. وحتى انا روحت من الحفلة واتفرجت كمان على الشوط التاني من الافتتاح يعني. مهم يعني ان شاء الله باذن الله تنورونا. كل الحبايب اللي معايا على اليوتيوب يشوفوا الفيديو ويدعموا طبعا بالتعليقات وتشتركوا في القناة اللي ما اشتركش يعني.